الاحد القادم. طبعا مستنيين رسائلكم على 8802 ومكالماتكم على 383536961. انا معاكم حازم امام، نقعد لمده ساعه مع بعض في الطريق وانت في الزحمه. عايز تقول حاجه على ماتش مصر وغانا؟ حلقتنا النهارده طبعا بنتكلم عن توقعاتكم لمباراه غانا، توقعاتكم لتشكيل مباراه غانا. طبعا التشكيل اكيد الناس كلها يعني مفيش اختلاف على ناس كتير، لكن هو ممكن الاختلاف على رمضان صبحي يبتدي ولا تريزيجيه اللي يبتدي في الثلاثه اللي قدام. هو ده يمكن الاختلاف الوحيد. التشكيل من وجهه نظري هيكون عصام الحضري، عمر جابر، علي جبر وحجازي وعبد الشافي، طارق حامد ونني، قدامهم عبد الله السعيد، وعلى يمينهم محمد صلاح، وعلى شمالهم تريزيجيه، وقدام باسم مرسي. ده بنسبه 99%. ممكن حجازي يكون في شك شويه ويلعب بدار، لكن يمكن حجازي هو اللي لعب اخر ماتش ودار قعد، فممكن يكون فيها بعض التغييرات في الحته دي بالذات. الناس بتقول ان رمضان يلعب ولا تريزيجيه. من وجهه نظري، مش من وجهه نظري قصدي، يعني من وجهه نظر كوبر اللي انا حسيت نوعا ما ان انا فاهمه شويه، ان هو هيلعب تريزيجيه مش هيلعب رمضان، وهيلعب رمضان الشوط الثاني. الله اعلم ايه اللي هيكون. طبعا ممكن التمرين بيبين حاجه، الشكل بيبقى شكل مختلف في حاجه تانية. لكن انا بقول لكم لغايه اعتقد لغايه دلوقتي الامور هتبقى لصالح تريزيجيه، لان الراجل ده بيحب اللي بيدافع وبيهاجم، مش بس اللي بيهاجم كويس. يعني يمكن نظرة الجمهور المصري بتحب اللعيبه اللي بتهاجم، بتحب رمضان، بتحب ايمن حفني، بتحب يعني دايما احنا المصريين بنحب اللعيبه الحريفه شويه. الراجل بيحب اللعيبه اللي طبعا الحريفه، لكن اهم بالنسبه له اللي بيطبق الجانب الدفاعي بشكل كبير، واللي ده بيجيده تريزيجيه. يعني انا الراجل بيتكلم على تريزيجيه ان هو من احسن اللعيبه في مصر اللي بتقوم بالواجبات الهجوميه والدفاعيه. فاعتقد ان ده هو هيكون التشكيل ده اللي انا متوقعه، يعني ان هو هيكون ده التشكيل ان شاء الله يوم الاحد. ده لعب بيه ماتش كونغو، وراجل متفائل بالتشكيل ده ومتوقع ان هو هيقدم ده اللي بيأدي له اللي هو عايزه. شفنا طارق حامد في المباراه الاخيره ما بقاش لعيب دايره فقط، ما بقاش يبص اللي جنبه فقط، ما بقاش يقطع الكره فقط، بقى كمان بيهاجم وبيعمل اسيست وبيروح يجيب جون. شفنا في ماتش امبي تطور مستواه بشكل كبير بصراحه جدا طارق حامد، وده هيساعد المنتخب بشكل كبير. النني عليه الماتش ده بقى لازم يكون احسن بكتير من الماتش اللي فات. نني اسم كبير مع الارسنال، فرقه كبيره جدا، ولكن حتى الان لسه لم يعني نتمنى منه الكثير، انه لعيب مهم جدا جدا ويخوف. اكيد لما تبقى مدرب غانا وشايف لعيب بيلعب في ارسنال اكيد بتعمل له حساب كبير جدا. يمكن احمد حسن كوكا طلع من مباراه النهارده او من المعسكر لاصابته، ولكن في طبعا حسام باولو موجود بديل اكيد لباسم مرسي. واللي انا شايف ان هو يعني كويس ان كوبر خد حسام باولو، لان فعلا مفيش مع احترامي يعني مفيش حد في العالم يبقى عنده هداف دوري ما بيروحش منتخب. يعني اي هداف دوري في اي دوري في العالم لازم بيروح المنتخب بتاع بلده. فحاجه كويسه ان كوبر يعني شايف ان حسام على الرغم ان هو ممكن ما يكونش متناغم معاه، حاسس ان هو ما بيديلوش قوي، لكن كويس انه موجود معاه في المنتخب. يمكن معانا اول مسج من الهواري: فريق غانا متصور وهو في الجيم، حسسوني انهم داخلين يحاربوا. خلي بالكم الافارقه، واحنا افارقه طبعا برضو، بس يعني قصدي وسط وجنوب افريقيا وكده دايما عندهم حاجه ان هو بيخوفوا بيها. كانوا بيخوفونا او يخوفوا شمال افريقيا شويه، او يعملوا الحاجات بتاعتهم دي ان هو وهو نازل الماتش يقعد يزعق بصوت عالي، يقعد يغني اغاني بتاعتهم بلهجه البلد، مش مثلا مش انجليزي ولا فرنساوي، لا بتبقى اللهجات الداخليه شويه. بيقعدوا يعملوا رقصات كبيره لوحدهم، بيعلوا صوتهم قوي. الحاجات دي كانت ممكن بتاكل معانا زمان، لكن ما اعتقدش انها تاكل دلوقتي. خلينا نروح لاول تليفون معانا. محمد، مساء الخير يا محمد. ازيك يا كابتن حازم؟ الو، عامل ايه محمد؟ كابتن حازم، ازيك يا محمد؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك انت ايه؟ كله كويس. انا تمام الحمد لله. انت فين؟ قول لي، في زحمه ولا في البيت ولا في الشغل ولا فين؟ لا انا في المهندسين اهو، جنب نادي الزمالك بالظبط، النادي حبيب قلبك. سلم لنا عليهم. لا ده هم بيسلموا عليك، انا كلمت حضرتك يوم الاثنين اللي فات لو حضرتك تفتكر يعني صوتي يعني. تمام يا حماد. قلت لك ساعتها انا ساكن في وادي النيل جنب ايوه صح قلت لي افتكرت كده. تمام يا حماد، قول لي ايه الاخبار؟ رايح الماتش ولا ما لقيتش تذاكر ولا لقيته مش رايح ولا لقيته رايح؟ لا انا بصراحه اتفرج عليه في التلفزيون، لان انا عندي لسه في بيبي جديد كده فهقعد جنبه شويه كده. الف مبروك. سميته ايه؟ يوسف.
طب حلو، ربنا يكرمك بيه ان شاء الله باذن الله. قول لي يا محمد، شايف الماتش ازاي يا محمد؟ ورايك ايه تشكيل مين يعني؟ شايف ايه؟ ناخد وجهه نظرك كده. الحضري عمر جابر، حجازي، علي جبر، عبد الشافي، طارق حامد، النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، تريزيجيه، باسم مرسي. نفس اللي انا بقوله يعني. والتغييرات حسب بقى الماتش. قولها بالمره، قولها دلوقتي. لا هو يبقى حسب الماتش ماشي ازاي. يعني هو تفكيره هيبقى اكيد تغييرات ما بتتعملش، يعني التشكيل بيتحط في بدايه المباراه، انما التغييرات بالنسبه له بتبقى حسب سير المباراه وحسب المباراه عايزه ايه. طبعا انا زملكاوي اكيد انت فاهم الكلام يعني. انت واخد بال حضرتك؟ فبتبقى هي كده يعني، سير المباراه بتتطلب منه ايه. جاب جون هيحافظ عليه، ما جابش عايز يجيب. انت واخد بال حضرتك ازاي؟ بس ربنا ان شاء الله يكرمنا انا كابتن ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله محمد، وان شاء الله يكون وشك حلو علينا في اتحاد الكوره، وان شاء الله نوصل كاس عالم، وربنا يبارك لنا يا رب في منتخبنا. والله تبقى حلوه جدا ان احنا اول سنه نخش نطلع كاس عالم، دي مش هعمل حاجه تاني، هبطل كل حاجه بعديها. يا كابتن حازم والله العظيم انت الدنيا كلها بتحبك قسما بالله يعني، ما اي حد بيمشي على الارض بيحبك. الله ربنا يكرمك والله العظيم. والله العظيم يا كابتن حازم، انت جميل والناس كلها جميله، ويا رب دايما نظره التفاؤل تبقى موجوده عندنا، مش بس في الكوره ولا في الماتش، في كل حاجه في مصر ان شاء الله يا حبيبي. شكرا يا محمد. يعني الله يرحمه الكابتن حماده، احسن تربيتك والله العظيم. ربنا يخليك يا محمد، شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا. الله يرحمه حبيبي يا كابتن حازم. شكرا يا محمد. نتواصل معاكم ومستنيين تليفوناتكم على 383-5991 ومسجات على 8802. بعد اذنك يا نجم ارجو التعليق على الشطحات الفنيه لكابتن مؤمن سليمان، احنا بنحبه وعايزينه ينجح عشان خاطر الزمالك مع كل التقدير لشخصه. ان شاء الله هنكسب غانا، وارجو من الجمهور الوفي عدم استعجال اللاعبين والتشجيع المثالي، لان الدوافع عند المنتخبين واحده. اقصد الخروج مش عارف دي من 701 نمره اخيره. بص يعني اي مدير فني يا جماعه لازم يكون عنده شطحات، يعني يمكن بس مؤمن عشان الناس ما تعرفوش او عشان مش معروف جماهيريا قوي، فالناس شايفه ان هو يعني هو بيألف ليه ولا بيفتي ليه. لكن في مدربين يمكن يكونوا معروفين وليهم مثلا هيستوري شويه، فالناس بتتقبل الشطحات بتاعتهم. استنوا على مؤمن شويه، صدقوني استنوا على النتائج على فكره اللي عملها. والله لو كان مدرب يعني كان عنده هيستوري كويس وباك جراوند كلاعب كوره جامد، الناس كانت شالته. المشكله عارفين مؤمن ايه يا جماعه، مع احترامي طبعا لكل الاراء، انه ما عندوش خلفيه اعلاميه، ما عندوش قوه صحفيه وراه او اعلانات تسنده او تسنده او تبين نقاط القوه اللي عنده. ملوش حد، هو راجل جاي كان لعيب معانا، كان في نفس جيلي، ولكن تعور وهو صغير، بعد عن الاضواء بشكل كبير، ابتدى التمرين، ابتدى يبقى مدرب من بدري جدا، بس مش اجتماعي. مؤمن مش اجتماعي، مش ما عندوش صحاب مثلا، ما عندوش صحاب، قصدي صحفيين مثلا او اعلاميين. عنده طبعا صحابه وكل، انا قصدي اجتماعيا ان هو في مجال شغله، فده يمكن مخلي ان بيعمل حاجه الناس كلها بتهاجمه، مفيش حد بيجي معاه شويه. صدقوني النتائج اللي بيعملها، وبصيتوا كده النتائج بغض النظر دلوقتي عن الاداء ولا حاجه، النتائج كسب المصري، كسب امبي، كسب الاهلي، كسب الاسماعيلي، خد كاس مصر، خسر افريقيا وممكن يكون ليه بعض الاخطاء في ماتش الذهاب. ماتش المصري طبعا كان سيء، ولكن كسب في الاخر. بعد 5-6 سنين هيقولوا الزمالك كسب المصري، مش هيقولوا المصري لعب حلو ولا وحش. مع احترامي طبعا انا رايي ان حسام حسن عامل فرقه عظيمه مع المصري، لكن انا بقول لكم على النتائج. فيعني اديله بوش واديله ثقه شويه في نفسه، وما تقعدوش تقطعوا فيه كتير. ان هو اي بني ادم بيتاثر بالنقد، نقد، فهو كمان هيشك في امكانياته وهيشك في الحاجات اللي هو بيثق فيها انه بيعملها صح، هيشك في نفسه من كتر ما الناس بتنقد فيه. خلينا ناخد محمد اخر، يمكن محمد تاني. محمد مساء الخير. مساء الفل يا ثعلب، عامل ايه؟ ازيك يا وحش، عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن حازم؟ الحمد لله حبيبي، كله زي الفل. ربنا يخليك. قول لي اول، انت في زحمه ولا في الدنيا رايقه النهارده؟ انا في الشغل يا كابتن، بسمعك من الشغل والله دي حاجه حلوه على فكره. انا معظم الناس بتكلمنا من الشغل، دي حاجه. نعمل ايه طب يا كابتن؟ اشتغل يا محمد علينا اليوم يا كابتن حبيبي. اشتغل يا محمد. اشتغلت شركه ملاذ الجاهزه. ربنا يكرمك ان شاء الله. والدنيا كويسه الحمد لله. الحمد لله دايما كويس يعني، الحمد لله على كل شيء ان كان في السراء والضراء يعني. قول لي يا محمد، شايف الماتش ازاي؟ رايك ايه في الماتش؟ متوقع ايه في نتيجته؟ بص يا كابتن، قبل اي حاجه انا هكلمك على موضوع مؤمن سليمان، كابتن مؤمن سليمان، عشان انت اتكلمت في الموضوع ده وحاولت اكلمك ما جاتش فرصه لحضرتك. اتفضل يا محمد. ان شاء الله
ان شاء الله. هو كابتن مؤمن كويس وعمل فرقه حلوه وعامل يعني نتائج احلى، ان هو مثلا 11 ماتش كسب 8 وتعادل ماتشين وكسب ماتش، مش حاجه وحشه يعني، ده نديله مثلا 80%. بس يعني ده حاجه كويسه نصبر عليه بقى شويه احنا كزملكاويه وكمجلس اداره وكده، نصبر على مؤمن في النص يعني. تمام ماشي. بالنسبه للمنتخب ان شاء الله توقعات المنتخب يكسب 3. يكسب 3 ان شاء الله. الله عليك. اقول لك ليه بس يا كابتن، انا عندي ثقه كده في اللعيبه ان هي جايه من الاسبوع الاخير في الدوريات بتاعتهم في اوروبا، ان اللعيبه بسم الله ما شاء الله يعني. محمد صلاح جاب 3 اجوان وتروفيه جول وعمرو ورده جول، ورمضان شوكه خد فرصته مع السوق سيتي، فان شاء الله ربنا هيسهل باذن الله. مش خايف من ماتش 6-1 ده يعمل قلق للاعبتنا ولا حاجه؟ كان الشاب كده راحت لعب سبيلها ان شاء الله. مين؟ كان الشاب وراحت لعب سبيلها يا كابتن. مش المنتخب اللي يخسر مرتين 6 يا كابتن. اكيد هي بتحصل مره في السنه او يعني في التاريخ، مش مره في التاريخ باذن الله. ان شاء الله. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. طبعا اراء الناس انا شايف فيه تفاؤل كبير، وده يمكن مع يعني الناس جايباه منين ما اعرفش، لكن حاجه حلوه. يمكن جايبينه من اداء المنتخب، جايبينه من نتائج، جايبينه ان بقى عندنا احساس. يمكن من سنه او من 6 شهور تيجي تقول مين منتخب مصر، تلاقي لو سالت 11 واحد كل واحد هيقول تشكيل مختلف، كل واحد ممكن يقول الدفاع غير الهجوم غير نص ملعب، ممكن تلاقي الناس مختلفه جدا. لكن دلوقتي لما تيجي تسال بقى في كيان، بقى في شكل، بقى في اسامي 90% او 99% باينين هم مين. ودي حاجه على فكره مهمه جدا. اي منتخب محترم، اي منتخب بيوصل لبطوله او بياخد بطوله، بيبقى 90% من الناس عارفه قوامه الخاص الرئيسي، ودي حاجه مهمه جدا. انا مش عايز اطول، عايز دايما اخد كلامكم وتليفوناتكم. ناخد هاني. مساء الخير يا هاني. ازيك يا كابتن حازم؟ ازيك يا هاني، عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ انت في البيت برضه يا هاني او في الشغل برضه شكلك؟ لا لا في البيت ونازل على الشغل. ده ايه الشغل الساعه 4 ده؟ حلو ده، شغل ايه ده؟ قول لي يا هاني اخبارك ايه؟ الحمد لله. دي اول مره تكلمنا ولا كلمتنا قبل كده؟ لا انا كلمتك ثالث مره دي. والله انت حقيقي ده كويس قوي. ده الناس بتقعد تبعت لنا ان احنا مش عارفين نخش. حظنا حلو يا هاني. عامل ايه يا كابتن؟ ازيك يا بطل؟ قول لي يا حبيبي، انا لو يوم الاحد هتروح الماتش ولا مش في دماغك تروح الماتش؟ لا مش هروح الماتش. ليه بقى؟ خايف ولا مكسل ولا مش يعني ما بتحبش تتفرج في الملعب، بتحب تتفرج في التلفزيون؟ لا هو برج العرب بعيد. تمام قول التشكيل. قول لي. شريف اكرامي. تمام. احمد فتحي. يا نهار ابيض، انت مغير خالص. اوكي. احمد حجازي. تمام. على اليمين عمر جابر. امال احمد فتحي يلعب ايه؟ سيرد باك؟ هيلعب سيرد باك عشان هم هيلعبوا براس حربه واحد. حلوه الدماغ دي برضو والله، كويس. وهو هو سريع، اللي هو نمره 7 ده سريع. فعاوز حد يبقى سريع معاه. طب مين باك شمال ولا مفيش باك شمال؟ محمد عبد الشافي. طارق حامد. ايوه. النني. تريزيجيه. ايوه. رمضان صبحي. ايوه. صلاح. وباسم. طب رمضان هيلعب فين بقى هو او تريزيجيه؟ يلعب في النص ويبدل هو وتريزيجيه. في النص. انت محتاج لعبها قبل كده هو الحته دي ولا؟ لعب تريزيجيه لعب ورمضان لعب. لعبوا في القلب ولا لعبوا على الاطراف؟ لعب رمضان اول ما طلع لعب في القلب. ولازم تعمل تريكه لغانا عشان الماتش الوقت هيسرقنا. وهتحتاج، وضغط الجمهور هيخليك اللي انت عايز تجيب جون، فانت لازم تجيب جون بدري. رمضان احسن من عبد الله السعيد في الحته دي؟ عبد الله بقاله 3 ماتشات مش في مستواه. فاحنا لازم تبغت او تلعب عمرو ورده مكانه. خبر ابيض، ده ما شفناهوش خالص. بس انت شايف عمرو ورده متالق في اليونان. لا لعيب طبعا كويس جدا. انا بس انا قصدي في ناس كتير ما شفتوش، بس الراجل بيحبه، الراجل مقتنع بيه جدا. مدرب غانا حافظ دلوقتي طريقه لعب مصر، فانت لازم تفاجئه باي تريك. صح. طب سؤال، لقيتك بتبتدي بشريف، شايف ان شريف دلوقتي في فورمه احسن قوي من عصام الحضري؟ دي فورمه مباريات. عايز فعلا شريف اليومين دول مع الاهلي هايل. ده كابتن مؤمن سليمان اللي بحترم رايه امبارح قال لك شريف راجل بروفيشنال. يعني قال لك ولا اهلي ولا زمالك ولا حد. كان مع شريف بصراحه رجع بقوه جدا مع كابتن سامي بدري. ويعني انا الماتشات اللي فاتت كلها في ماتش بتروجيتش. انا كابتن لو قريب من المنتخب يعني اديهم اي حاجه كده، قول لهم. انا اقول لهم يعني اي حاجه مع كابتن مهيب، اي حاجه، اي تريك. هاني بيقول لي كذا كذا كذا. لا يا كابتن اي تريك يعني بطريق غير مباشر. احنا 90 مليون مدرب، بس ساعات ممكن لا بس ممكن لعلمك، ما هي دي ميزه حلاوه الكوره، ان كل الناس انت ممكن بوجهه نظري، يعني انت ممكن مثلا بتقول الكلام ده تلاقي راجل يلعبه مثلا اخر ربع ساعه بالشكل انت بتشتغل بتقوله ده، يروح اخر ربع ساعه لازم هفتح ورا،
لازم افاجئهم. انا لو جبت جون بدري صلاح بقى يجيب لي الثاني والثالث وهتبقى جميل يا رب ان شاء الله. لو اول شوط ما جبناش جون هتتصعب وغنى صراع ورا. وحته برضه احمد فتحي دي برضه لازم تتكلم في، حتى تتكلم فيها في برنامجك، مش لازم توصلها له وهم بيتفرجوا. حاضر حبيبي. ماشي يا هاني، ربنا يخليك يا هاني، شكرا جزيلا. بشكر والله الناس اللي معانا على الراديو، الناس عندها حس رياضي بشكل كبير جدا، الناس كلها بتفهم كوره، كل واحد عنده يعني تاكتكس بيلعب بيه وتريكه زي ما بيقول كده اللي قالها لي دلوقتي هاني. خلينا نطلع للؤي، نسمع لؤي مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. معايا نتكلم عن، طبعا مفيش اهم من مصر وغانا دي حاليا. الماتش ده يا جماعه يفرق معانا كتير جدا. ليه بقى يفرق معانا كتير؟ لو خدنا ال3 نقط دول ان شاء الله، يعني مش عايزين نقطع، لكن هيبقى عندنا 6 وغانا عندها نقطه. هتلعب بعد كده مع اوغندا رايح جاي، يعني ممكن تجيب مثلا 4 كمان من ال6 بتوع اوغندا دول، تبقى انت كده 10. هو حتى لو كسب الماتشين هيبقى 7 وانت 10. تلعب الكونغو في ملعبك، تكسب ان شاء الله، تروح الماتش اللي هناك مش محتاج انك تكسب بقى، والحاجات بتاعت الحاجات الصعبه اللي احنا دايما كل مره بنقع فيها دي. ده يعني الموضوع الماتش بتاع بكره ده الماتش بتاع يوم الاحد ده هيفرق مثلا 50-60% ويوصلك لكاس عالم. بوش بقى ودفعه معنويه وروح معنويه، والناس والامل هيزداد بشكل كبير. اللعيبه نفسها هتصدق في الحلم اللي هو توصل كاس عالم. ربنا يكرم ان شاء الله. خلينا ناخد احمد. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا كابتن. ايه الاخبار يا ابو حميد؟ انت في العربيه يا احمد شكلك؟ الحمد لله تمام. في العربيه اول واحد في العربيه النهارده. قول لي زحمه ولا ايه الدنيا النهارده الخميس؟ لا حلو، الطريق حلو. انا جاي من القاهره. انت فين؟ مصر اسكندريه الزراعي. الزراعي ده قاتل، الزراعي ده ماشي كويس؟ طب ده حلو. طب حظك حلو لحد دلوقتي هو تمام. الحته اللي عند الدائري دي صعبه جدا. لا تمام النهارده. طب الحمد لله. طب قولي، ده الناس كلها رايحه اسكندريه عشان الماتش، انت راجع من اسكندريه ليه؟ مش مكمل ولا ايه؟ لا ده انا جاي من القاهره رايح. طب كويس حلو. هتقعد بقى تروح على الماتش ولا هترجع تاني ولا ايه النظام؟ لا هتفرج في البيت بقى برضه؟ ده الناس كلها هتروح الماتش يا احمد. لا والله عشان عندي ادم لسه صغير فمش هينفع اروح بيه. طيب تمام. قول لي يعني قول لي رايك ايه في الماتش، رايك ايه في ان شاء الله هنكسب يا كابتن ان شاء الله. بس انا نفسي يعني يلعب تريزيجيه في النص ويبدا برمضان ومحمد صلاح. ايوه. وعبد الله برضه كل دول هيلعبوا؟ طب مين اللي هيقع؟ بس هو عامه يبدا بالحضري. هو شريف مستواه عالي اليومين دول، بس شريف كان واقف في ماتش غانا اللي فات يا كابتن بتاع 6. عشان نفسيته كمان. بس يعني وجهة نظر، بس انا بشوف انه ممكن يبقى عايز يرد برضو على الماتش ده ويرجع تاني يعني. بس قولي. انا الحضري يبقى مثلا احمد حجازي، علي جبر، احمد فتحي، عبد الشافي. يلعب واحد بس، يعني نني يا طارق حامد مع تريزيجيه في النص. واحد بس. يعني واحد يتنيه هو اللي ثابت وتريزيجيه هو اللي يطلع. ورمضان صبحي ومحمد صلاح وعبد الله برضه وبس. انا شايف ان احنا عايزين نكسب، يعني احنا مش هندافع، هم اللي جايين لنا، هم اللي هيخافوا مننا مش احنا اللي نخاف منهم. بس هو مش شايف كده ان واحد بس في نص الملعب ده صعب شويه مع فرقه زي غانا؟ هو تريزيجيه برضه كابتن حازم عنده ميول دفاعيه برضه شويه يعني. هو مش وجهة نظر، بس انا اعتقد كوبر بالشكل اللي احنا شفناه فيه في ماتشاته اللي فاتت كلها هو مدرب متجه للدفاع شويه. وانت ده ما بتحبوش؟ ان شاء الله نكسب ان شاء الله كده. انت ما بتحبش الكلام ده؟ لا هو مصر كلها بتحب الكرة يعني ايام كابتن حسن شحاته ما كناش بندافع، كنا بنحب اللعب الباصه واللعب ماتش البرازيل، ماتش ايطاليا ما كناش بندافع. ولعبنا ماتشات حلوه. وانت مش هتقول يا كابتن حازم ويبقى على ولا زملكاوي؟ هو انت اللي سالتني قبل كده؟ ايوه. انا هدخل مهيب دلوقتي معانا على التليفون وهقول له ده تاني ريكوست مين بيساله. ماشي خليك معانا على التليفون واسمع هو هيقول ايه. ماشي يا ابو حميد. مهيب بقى الناس كلها عايزه تعرف، وده على فكره زي ما قلت قبل كده ده نجاح ليه هو، ان هو الناس مش عارفه انتمائه. على فكره عايز اقول لكم حاجه على فكره، يعني موضوع الانتماءات في ناس يقول لك انا مش هقدر اقول عشان الناس ما تزعلش مني. وجهه نظري يعني
ان انا لا، ايه المشكله انا اقول انتمائي؟ يعني انا الناس كلها، وزي برضه الناس تقول لك الاعلامي لازم يكون محايد، برضه انا وجهه نظري ساعات لا، لازم يكون ليك وجهه نظر يعني، او تبقى انت شايف حاجه بتقولها والناس هي اللي ليها بعد كده، مش لازم انت ما تفرضش الحاجه على حد، لكن انت ليك وجهه نظر، ليك ان انت تقول رايك في الموضوع. يعني انا ده اللي بقوله برضه، الله اعلم بقول صح ولا غلط، لكن انا بشوف لا يعني ايه المشكله ان انا اقول رايي وانت بقى تتقبل رايي ده، عندك راي اخر، لكن هي النظريه ان انا ما افرضش عليك وجهه نظري انا، لكن انا بشوف ان لا، ممكن اطلع في التلفزيون اقول وجهه نظري، اقول وجهه نظر معينه، ده خبرتي في الحاجه اللي بتكلم فيها بقولها. الموضوع المحايد ممكن تبقى في بعض الاوقات في حاجات معينه، لكن في حاجات لا، انا عايز اقول وجهه نظري في تشكيل، عايز اقول وجهه نظري في مدرب، عايز اقول وجهه نظري في لعيب، دي وجهه نظر. عايز اقول ان انا بحب الزمالك بس لما الزمالك يلعب وحش، ما انا بتكلم بشكل محايد. ما ينفعش مثلا تلاقي حد لعب وحش، يعني مثلا ماتش الزمالك والمصري، ما ينفعش انا زملكاوي ما ينفعش اطلع الزمالك لعب كويس مثلا، ما في حاجات ما ينفعش. يعني بشوف لا الموضوع. هنكلم، هنجيب مهيب دلوقتي معانا يقول لنا برضو اخر الاخبار ايه في منتخبنا القومي. النهارده طبعا تمرين، يمكن مستر كوبر اعتقد من النهارده او من بكره هيقفل على الفريق بقى اعلاميا، مش هيبقى فيه تهيألي لقاءات، مش هيبقى فيه انترفيوز، مش هيبقى فيه يعني اي حاجه. ده اللي هعرفه برضه من خلال زميلنا مهيب عبد. خلينا ناخد بعض رسائلكم على 8802. مساء الخير يا كابتن مصر، انا بحبك جدا والله يا ربنا يخليك يا حبيبي، باذن الله مصر هتكسب، انا رايح برج العرب وهشجع مصر. احمد حامد، بشكرك يا ابو حميد، واحنا كمان هنروح ونشجع ان شاء الله. المهم بس رجالتنا ينشفوا شويه ومش كل لمسه يقعوا، لان الحكم مش هيعمل حاجه. انا مش عارف بقيه الجمله فين، ده من رقم اخر 403. ان شاء الله هنكسب غانا، ارجو من الجمهور الوقف تشجيع مثالي، انا الدوافع عند المنتخبين واحده اصل. ده طبعا محمد زينهم، بشكرك يا محمد. ومعانا على التليفون زميل مهيب عبد الهادي. مساء الخير يا مهيب. مساء الخير يا كابتن حازم، مساء الخير على كل مستمع راديو هيتس، وبرحب بيك، وحشني مستنيك حبيب قلبي. بقول لك دلوقتي انا تاني مره في تاني حلقه حد يسالني هو مهيب عبد الهادي بيشجع ايه؟ في ناس ايه؟ واحد بيقول لي نفسي اعرف، ده تاني مره على فكره، يعني تاني اسبوع واحد بيسالني مهيب لو سمحت مهيب عبد الهادي زملكاوي ولا اهلاوي؟ قلت له على فكره ده نجاح لمهيب ان هو مش مبين، بس انا هكلمه واساله. طب الناس ليه يا كابتن حازم مهتميه انا بشجع اهلي؟ طب ما تقول هو الراجل على فكره، هو احمد تاني دخل معايا النهارده تاني، وكان هو سالني السؤال ده الاسبوع اللي فات، وهو لسه قافل دلوقتي معايا وهو بيسمعك في الرد. قلت له انا مهيب هيخش معايا دلوقتي حالا. تحياتي ليك يا ابو حميد، لو انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ وانا يعني نسيت موضوع انا بشجع منتخب مصر، وانا دايما مع منتخب مصر. طب سؤال يا مهيب، انا عايز اقول لك حاجه، انا لسه بقول ايه المشكله ان الناس تقول انتماءاتها، يعني بتكلم في شكل عام، يعني ايه المشكله الناس تقول انتماءاتها؟ يعني ما دام بتتكلم بحياديه ودام بتدي حق لصاحب الحق، خلاص قول قول. ايه رايك في الحته دي عشان ازقك يعني بقى؟ انا بزقك دلوقتي. ايوه طب هتسخن ولا مش هتسخن؟ لا هي هتفيد يعني انا لو قلت اهلي او زمالك ايه اللي هستفاد؟ هو راجل عايز يعرف، هو راجل واحد اهلاوي بيحبني بعد كده يكرهني، جايز واحد زملكاوي. طب انت وجهه نظرك ان ممكن مثلا حد، يعني بتكلم بقى في المطلق مش عليك، يعني يكون مثلا بيحب حد يعرف ان هو اهلاوي وهو مثلا راجل زي يكون زملكاوي فيكرهه عشان اهلاوي، او العكس؟ هل التعصب مثلا في مصر للدرجه دي، ولا شايف الامور مثلا لا مش للدرجه؟ يعني بص يا كابتن، يعني انا خدتك في حته ثانيه خالص غير المنتخب، معلش. لا انا عارف، انا بس انا يعني كان يعني معايا كباتن مصر قاعدين طب اديني طب إيه؟ اديني معاك مين؟ قول لي وبعدين نخش عليك بعد كده. لا معايا مين؟ دي مفاجاه. قول لي. معايا عمر جابر. تحياتي. يا نهار ابيض. سلم عليك. يا نهار ابيض. سلم لي عليه جدا. يا محمد صلاح يا كابتن. حبيبي يا صلاح، ربنا يخليك. كلمني ايطالي بقى، خلاص انا شايفك في الانترفيوز ما شاء الله. لا ايطالي في التليفون ما بيننا. حبيبي يا صلاح. ومعايا النجم حماده طلبه اللي هو قاعد مع محمد عبد الشافي، وتقريبا اشك ان هو عمل مع حاجه فيه. شكله جاب له تعبان. تحياتي اللي عندك كلهم، الكباتن الكبار اللي مصر كلها مستنياهم. سامعينك والله يا كابتن، يعني وعايز اقول لك يعني حبايب كلهم بيحبوك جدا جدا يا كابتن. مصر كلها بتحبهم، والناس كلها مستنيه منهم ان شاء الله، بدون يعني ما نحط عليهم ضغط ولا حاجه، لكن مصر كلها انا لسه يعني انقل لهم دلوقتي، انا في الراديو على الهوا، كل الناس اللي داخله معانا على الهوا متفائله
بشكل كبير جدا بالماتش اللي جاي. في واحد قال لي هنكسب 3، واحد قال لي هنكسب 2، وواحد هنكسب 1. يعني الناس كلها فيها حاله من التفاؤل، وده نتيجه شغلهم وعرقهم وجهدهم في الفتره الماضيه. ان شاء الله ماتش يكون رائع بالنسبه لمنتخبنا ونوصل ل6 النقاط الكامله. وعايزك تقول لاحمد فتحي كل سنه وهو طيب. هيتم 32 سنه النهارده ولا بكره ولا ايه؟ النهارده احمد فتحي عيد ميلاده النهارده. انا بقول لك حاجه جديده بقى. طبعا نجيب له تورتايه. سلمنا عليه جدا جدا، وسلمنا على كل الكباتن. الله يخليك. وعايز اسال بقى سؤال يا كابتن، يعني الناس تركز محمد صلاح اهلاوي ولا زملكاوي؟ دي بقى جديده. انا عايز اقول لك محمد صلاح حاجه وجنبك. سامعك. انا عايز اقول له الناس عماله تقول المنتخب باصي لصلاح، طب ما بيقولوش ليه روما باصي لصلاح؟ ما هو اللي مكسب روما 50 ماتش. يعني سباليتي برضه عامل باصي لصلاح. هو ما شاء الله صلاح اللي معديه كل حاجه، هداف الفرقه ومدي زيكو 50 اسيست. اشمعنى على جت على المنتخب يعني؟ عارف يا كابتن، يعني انا بقول لك كل الناس اللي بيسمعونا واحنا مستمعينا كتير جدا جدا، احلى ما محمد صلاح هو حب اللعيبه ليه وحبه للعيبه. دي الحاجات دي ما تشوفهاش كتير من لعيبه محترفه. يعني انا عشرت على في مدار منتخب مصر ناس كتير جدا طلعت احترفت ونجوم. ما شفتش الكيمياء وحب بقى اللي هو بجد، يعني ما بين لاعب محترف زي محمد صلاح واللعيبه بتحبه وهو بيحب اللعيبه، وفي كده حاجه يعني بلدي كده بينهم كده يعني. فاعتقد دي كيمياء جميله جدا في لعيبه منتخب مصر. وزي ما قلت لك مستر كوبر كان ليا لقاء معاه امبارح، ويعني اثنى جدا على اللاعبين ومستوى اللاعبين. بيقول لك انا معايا احسن 23 لعيب، وانا اللي بهدي فيهم، انا اللي بهدي في اللعيبه، لانهم اللي بطلبه منهم بيبقوا مركزين جدا جدا وبيعملوه مثلا مش بنسبه 90%، بنسبه 100%. وانا مش عايز كده. هي مباراه 3 نقاط، مباراه عاديه جدا زي اي مباراه. مش عايز يخليهم يخشوا في ضغوط نفسيه في المباراه. وان شاء الله باذن الله يعني كلنا بس الدعوات محتاجينها عشان التوفيق يكون في في صفنا ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. احمد حسن كوكا غادر المعسكر، وهيتوجه بكره ان شاء الله للبرتغال عشان يكمل البرنامج العلاجي اللي طبعا مسؤول الطب للفريق البرتغالي ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا مهيب، شكرا جزيلا، وتحياتي لكل اللعيبه اللي عندك. ومش هتقول برضه الزملكاوي والاهلاوي عشان احمد عايز يعرف؟ لا انا مش هقول يا كابتن، مش هقول. طب حد باللي جنبك يقول بصوت عالي. لما صلاح يقول هو اهلاوي ولا زملكاوي بقول انا اهلاوي ولا زملكاوي. طيب بشكرك شكرا جزيلا مهيب عبد الهادي. طبعا انتظارك بقى يا زوما ان شاء الله باذن الله. كلنا جايين ورا منتخبنا، وتحياتي لكل لعيبه منتخبنا القومي. طبعا سعدنا ب يعني اللعيبه اللي متواجده مع مهيب وسمعنا صوتهم، وواضح ان شاء الله في يعني حتى نبره تفاؤل في صوتهم كده. ان شاء الله باذن الله نحقق المطلوب. 3 نقاط مهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله. ونروح لوائل جسار وبتوحشيني. وقلت لك بس خايف اسالك انا بوحشك لما بغيب. زي مصر كلها واقفه ورا لعيبه منتخبنا القومي لاول مره يمكن من 5-6 سنين. نرجع نوعا ما الاحساس اللي كنا بنحسه في 2006 98 2010 2008. احساس لما كان في ماتشات منتخب مصر بجد وبنلعبها. لاول مره بحس ان الناس مركزه مع المنتخب. لاول مره احس الناس نفسها المنتخب يكسب. لاول مره احس الناس المنتخب بقى اول حاجه وبعدين يجي زمالك واهلي. كنا دايما لغايه فتره يمكن قليله يعني او قريبه دايما الناس الزمالك احسن، انا عايز الزمالك اهم حاجه، الاهلي اهم حاجه. دلوقتي احساس الناس بقى كله بيتكلم عن منتخب مصر، كله عايز يشوف منتخب مصر في كاس العالم، كله عنده امل ان مصر تروح كاس العالم. يمكن نظره التشاؤم قلت شويه. النقد الكتير لكوبر اللي كان في الاول ابتدى يقل مع النتائج الايجابيه، ودي حاجه مهمه جدا. الراجل يمكن مش فني قوي، ما بيلعبش كوره برازيليه ممتعه، ولكن بيحقق المرجو منه بشكل كبير. خلينا ناخد تليفون معانا. شعبان، مساء الخير يا شعبان. مساء الخير يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا شعبان؟ كله كويس؟ الله يخليك يا كابتن. قول لي كده، انت في الزحمه ولا في الشغل ولا في البيت ولا ايه؟ لا ده انا في الشغل يا كابتن والله، بسمعك من الموبايل كمان. يا نهار ابيض، والله ده حاجه حلوه يعني حبيبي. انا حضرتك من اول برنامج بتاعك ده ما حضرتك بدأته وانا بتصل بحضرتك مش عارف اوصل لحضرتك خالص. ده في ناس حظها حلو او احنا حظنا حلو يعني، هم بيخشوا معانا تقريبا كل اسبوع، وحظنا حلو ان انت دخلت معانا اخيرا يا شعبان. ده انا كابتن والله كل يوم بفضل ارن من اول ما الساعه بتبدا لغايه الساعه 4 معلش حظنا حلو بقى النهارده، واخر يمكن الحلقه قبل الماتش على طول. فقول لي بقى، قول لي شايف الماتش ازاي؟
رايك ايه في الماتش؟ متوقع ايه في المباراه الجايه ان شاء الله؟ ان شاء الله يا كابتن هنكسب ان شاء الله 2-0 ان شاء الله بامر الله. ان شاء 2-0 حلو. ان شاء الله يا كابتن. ان شاء مين الله ممكن يجيب الاجوان الماتش ده يا شعبان؟ ان شاء الله باسم مرسي ومحمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لو باسم مرسي ان شاء الله فورمه عاليه قوي قوي ان شاء الله التركيز بيكون حالفنا ان شاء الله. طب ده كويس. شايف التشكيل؟ ما اعرفش سمعت قلت التشكيل اللي انا كنت بقوله، عندك تشكيل انت وعندك شكل معين او حاسس؟ لا انا ان شاء الله التشكيل عصام الحضري، عبد الشافي، عمر جابر، علي جبر و اسمه ايه ده؟ مين؟ قول لي وانا اساعدك. علي جبر حجازي ولا عبد الدار؟ حجازي يا كابتن. طارق حامد ومحمد النني. ايوه. عبد الله السعيد، باسم مرسي، محمد صلاح، تريزيجيه. التشكيل اللي لعب بيه اخر ماتش. بس هو حجازي مكان دويدار. حجازي مكان احمد مكان دويدار على الماتش كله. مكان اسلام جمال. صح سوري. انت مذاكر اكتر منا شعبان، معلش. ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله الفوز يكون حالفنا ان شاء الله. ان شاء الله. هتروح الماتش ولا في التلفزيون برضه؟ انا كل اللي كلموني النهارده قاعدين في التلفزيون. كابتن انا عندي كافيه وكده، فلازم بتاعت الماتشات ابقى قاعد في الكافيه، ما ينفعش. الناس بقى بتيجي كتير؟ متوقع الناس هتجيلك كتير الماتش ده؟ يا كابتن، حتى لما يكون الماتش متذاع على الارض الكافيتيريا بتبقى مليانه ان شاء الله يعني. طب سؤال بقى، الشغل بيبقى بيفرق في الماتشات المهمه ده شعبان، ولا مثلا بيبقى عادي، ولا ماتشات الدوري زي ماتشات الدوري والزمالك واهلي مثلا؟ لا يا كابتن، بيفرق. ماتشات افريقيا بتفرق معانا جامد قوي في الشغل. احنا بنبقى مستنيين الماتشة دي والله بفروغ الصبر. فين الكافيه بتاعك يا شعبان؟ انا في القناطر الخيريه يا كابتن. طب سؤال بقى برضه هسألك سؤال بس خليك صريح معايا يعني، بتعلوا بقى المشاريب والحاجات دي في الماتشات الجامده ولا كل واحد؟ لا يا كابتن، في كافيتريات يا كابتن بياخد حساب كرسي، شربت او ما شربتش بياخد منك 2 جنيه او 3 جنيه حسب ايه الكرسي اللي انت قاعد عليه. ايوه، ما هو قاعد شاغل مكان برضه الراجل اللي جاي ده. لا انا يا كابتن والله العظيم المشاريب بس يعني انت ممكن تقعد ناس ما تعملش حاجه خالص، انها جايه تتفرج كده ما تدفعهاش حاجه. لو ما شربش ما يدفعش، بس يقعد على الكرسي عادي والله. احنا في الماتشات يا كابتن بنشجع بروحنا جامد، وبنبقى حابين المصري تفوز سواء يعني ايا كان بقى زمالك اهلي. بنبقى حابين اللي احنا نكسب. حتى الاهلي لما خرج، انا زملكاوي يا كابتن اولا. الاهلي لما خرج من بطوله افريقيا من دور الثمانيه، ايوه، زعلنا جدا 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 ان الاهلي خرج. ليه؟ بتبقى الاجواء عندنا في الكافيتيريا يعني الاهلي خرج، خسرنا كذا ماتش هيبقى موجود في الكافيتيريا عندنا وكده. فاصبح ان الزمالك بس اللي هيلعب. فضيع مننا كذا ماتش بيبقى اجواءه حلوه وروح حلوه حماسيه ما بين الناس وكده. فالحمد لله يا كابتن، ومش هطول على حضرتك عشان المستمعين برضو اللي عايز يخش حضرتك وكده. بشكرك شكرا جزيلا. ان شاء الله يا كابتن مصر تكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا يا شعبان. يمكن انا بسال الناس يعني تشكيل، في ناس تقول لك عامل تشكيل، هو الناس مالها بالتشكيل؟ انت يعني تسال الناس تشكيلها ايه اللي يعني الناس تقول لك ايه الهبل ده، الناس هتقول تشكيل. انا بس عايز يعني اخلي الناس تسمع بنفسها ان بقى في اجماع على تشكيل معين، وده على فكره زي ما قلت لكم ده مهم جدا، ان الناس بقت تعرف منتخبنا. انا من سنتين 3 تيجي تقول لو عملنا كده برضه حلقه وسالنا الناس هتلاقي كل واحد بيقول تشكيل مختلف، لان انت ما بتبقاش عارف مين هيلعب في المنتخب. دي حاجه مهمه جدا زي ما قلت لكم لاي منتخب، ان انا بعمل سيرفي كده يعني الناس مين هيلعب، بيقول لك واحد يعني 90% او اللي احنا اتكلمنا معاهم كلهم اختلفوا في اسم رمضان او عبد الله السعيد، ولكن كل الباقي تقريبا كل واحد يعني ده يبقى زي ما قلت لكم حاجه واحده بتحصل، واحد رمضان مكان عبد الله، رمضان مكان تريزيجيه، وهو حتى لعيب واحد اللي بتختلف يعني مش مثلا 3 4 لعيبه، ودي مهمه جدا مهمه جدا لان يبقى عندك منتخب. طب زي ما كان عندنا زمان منتخب دي قوام، ده اساس انك تطلع كاس عالم، تطلع بطوله افريقيا، يبقى عندك قوام. ده ما كانش للاسف موجود، مش عشان مدربين وحشين بس، طبعا كان حال الكره المصريه طبعا في اسوأ حالاتها بعد توقف الدوري وبعد الحادثتين اللي حصلوا وتوقف الكوره والازمات اللي احنا كنا فيها السياسيه اللي كنا فيها اللي اثرت بشكل كبير علينا، لكن الحمد لله بدينا نتعافى بشكل كبير.
ابتدت الناس تروح. شفنا ماتش الزمالك كان الجمهور عامل ازاي. ان شاء الله ماتش غانا اتمنى ان شاء الله يكون عند حسن الظن، ونركز مع لاعيبتنا ونركز مع جمهور، مع الناس بتوعنا. مالناش دعوه بغانا، مالناش دعوه بمدرب غانا ولا جنسيه مدرب غانا بقى وحد يطلع لنا. احنا نتكلم كوره، خلينا في ماتشات الكوره. ماتش زيمبابوي اللي خلص علينا كان الجمهور، حد رمى طوبه كسبنا الماتش، خلينا نعيد الماتش تاني بسبب جمهور، ان واحد متهور رمى طوب والهبل بقى اللي كنا فيه زمان ده. ان شاء الله الناس تكون متحضره، وده وضع طبيعي. الشعب المصري شعب متحضر في الملعب، بيشجع فرقته بيشجع لعيبته وده شفناه في ماتش الزمالك، مش حاجه بعيده. والاهلي عملها كتير وجمهور الاهلي عملها كتير. الماتشات الثقيله الجمهور دايما بيبقى حاضر بشكل محترم جدا. خلينا ناخد حسين. مساء الخير يا حسين. مساء الخير يا كابتن. اخبارك يا حسين؟ كله تمام الحمد لله تمام. بفرح جدا يا كابتن لما بكلمك وربنا. كلمتني قبل كده يا حسين؟ يا كابتن. طب والله حلو جدا والله حبيبي يا سحس. قول لي انت في العربيه برضو ولا في الشارع؟ بس بحب اعرف الموضوع. لا في العربيه يا كابتن. طب كويس، يعني في ناس سايقه وفي ناس في شغلها، يعني كل الناس بتكلمنا الحمد لله. قول لي انت فين؟ طب في منطقه ايه يا حسين؟ انا في اكتوبر يا كابتن. جنبنا يعني. الدنيا هاديه هنا ولا ايه؟ ولا انت عند مجان شويه؟ لا هاديه شويه. لا هاديه خالص. طب حلو. قول لي شايف الماتش ازاي؟ انا مش عايز يا كابتن نحن اقل من نفسنا. انا الواحد الناس مكبره قوي من غانا وخايفين قوي بسبب ماتش 6-1 ولو اتعاد 100 مره في نص 6-1 ثاني من غانا. احنا قبلها كنا كسبنا في نهائي افريقيا 2010. انت عايز بس ده في الفاينل وعندهم في ملعبهم كمان. يا كابتن يعني وكان ليها ظروفها. يعني احنا في اول ربع ساعه غانا 3 اجوال يا كابتن يوميها، يعني ده كان ليها ظروف. احنا كنا تقريبا مغيبين يعني، انما لو اتعاد 100 مره كنا نخسر 6. بس الناس خلي بالك تسجيل غانا في النهائي واحنا اقوى منها كتير. يعني احنا برضه مش عايزين نقلل من نفسنا. احنا عندنا لعيبه محترفه وعندنا لعيبه قويه وعندنا لعيبه ممتازه وعندنا حارس مرمى ممتاز. عندنا احنا كمان المره دي عندنا ميزه ان احنا عندنا 3 حراس مرمى ممتازين. يعني لو عايز تقيس في 2010 2008 2006 كان عندنا الحضري والبعديه بعيد عنه شويه، مش بعيد عنه قوي بس بعيد عنه شويه. انما النهارده انت عندك الحضري لو لا قدر الله اتصاب مش هتحمل هم. عندك الشناوي وعندك شريف والاثنين يمكن ما كانوش في نفس المستوى، كان افضل. وعندنا الساعي الحمد لله كويس، عندنا خط نص ممتاز، عندنا في الهجوم حدث ولا حرج. احنا حلوين يا كابتن. انا مش عايزنا نبقى قلقانين ولا لعيبه تبقى قلقانه، احنا حلوين. بس انا عايز اقول لك حاجه. غانا هي القلقانه مش احنا القلقانين، يعني غانا قلقانه اكتر مننا. عايز اقول لك يا حسين ان يمكن ما اعرفش سمعت الحلقه معايا النهارده ولا لا. معظم الناس كاتبه ان احنا او اتكلمت معايا ان احنا هنكسب، يعني في نوعا ما الحمد لله تفاؤل وفي ثقه في اللعيبه بشكل كبير. يعني انا عايز بس ثقه عند اللعيبه نفسها، مش عند الجمهور بس. الجمهور كده متفائل، الجمهور كده الحمد لله واثق ان احنا هنكسب. انا عايز اللعيبه نفسها تبقى واثقه من جواها ان احنا هنكسب، ان احنا اقوى، ان احنا احسن. احنا مش عارف غانا يا كابتن. غانا يعني من افضل الفرق في افريقيا، بس احنا برضه مش الغريب. احنا فرق افريقيا 3 مرات ورا بعض غير القديم وفريق كبير مش صغير. وعندنا لعيبه النهارده كابتن بيتقال اساميات محافل دوليه كبيره، وعندنا لعيبه ثقيله مش قليله. يعني عندنا النني في الارسنال، عندنا صلاح في روما، عندنا اثنين كمان في الدوري الانجليزي سواء كان احمد المحمدي او رمضان صبحي. عندنا تريزيجيه عمل شغل كويس جدا جدا في الدوري الانجليزي بيتكلم عليه كويس جدا هناك. عندنا عمرو ورده في الدوري اليوناني بيتكلم عليه كويس جدا. فانا لا احنا تقال يا كابتن، احنا تقال قوي كمان الحمد لله. الحمد لله انا ان شاء الله متفائل جدا جدا في ماتش وحاسس ان احنا هنكسب. انا عندي كويسه كمان. كام بقى؟ قول لي. يعني في حد قال لي 2، في حد قال لي 3. لا ان شاء الله مش اقل من 2-0. ان شاء الله مش اقل من 2-0 يا رب. يا كابتن احنا الماتش دوت بالنسبه لغانا يعني ماتش حياه او موت. فلو جبنا جول غانا هتفتح جامد قوي يا كابتن، لان بالنسبه لها جول زي 10. الخساره واحده يا كابتن. صح. فلو جبنا جول بدري صح. ما بنلعبش ماتش رايح جاي، احنا بنلعب مجموعه وبالتالي 1-0 زيها زي 5. لو جبنا جول هيبقى بالنسبه لها 1 زي 10. فلو جبنا جول بدري غانا هتفتح جامد قوي وهنقدر نحط فات. صح. ساعتها نعتمد على سرعات صلاح وكل هيلعب على صلاح. وهتلاقي كمان تريزيجيه عنده سرعه يا كابتن. على فكره تريزيجيه عنده سرعه كويسه جدا وبرده وعلى الجون اساس كويس قوي. وباسم ما شاء الله عليه. فلا هنلاقي لو جبنا جون بدري الماتش هيفتح معانا كده يا كابتن ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا حسين، شكرا جزيلا. يعني هختم بيك وهختم بال2-0 دي ان شاء الله يكون باذن الله فال حسن علينا كده وفال خير علينا باذن الله ان شاء الله. بشكركم اعزائي المستمعين، شكرا جزيلا. لقاءنا يوم الاثنين القادم بعد ماتش غانا وتحليل الماتش ان شاء الله. الواحد يكون كده في مود حلو ويكون كاسبين، ما نجيش بقى نقعد نكتئب ونقول يا ريت الدوري مكان. ان شاء الله باذن الله تفاؤل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا. الواحد متفائل وحاسس ان شاء الله هنكسب باذن الله. خلينا نروح يوم الاحد نجيب 3 نقط ونرجع لكم ان شاء الله يوم الاثنين القادم. اشكركم شكرا جزيلا. اشكر اسلام طبعا على الميكسر.